محمد سيد طابت مناقبه. محمد. في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم في قومه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام في قومه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. محمد طابت الدنيا ببعثته. محمد جاء بالآيات والحكم. محمد بن عبد الله نبي الله وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه إلى ربه متذللا داعيا راجيا مشفقا باكيا لأجل من تبكي يا رسول الله؟ لأجل نفسه لا، لأجل ولده لا، لأجل زوجته لا، لأجل ماله، لأجل منصبه لا. محمد إنما يبكي صلى الله عليه وسلم، إنما يبكي لأجل أمته جمعاء، لأجل أمته يقول: اللهم أمتي أمتي، ويبكي إنه يا عباد الله بكاء الوفاء لأمته صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يبكي محمد عليه الصلاة والسلام لأمته وهو الذي صنعها ورباها، وهو الذي أحبها وتولاها، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ليس آل فلان لي بأولياء إنما وليي صالح المؤمنين. لماذا لا يبكي لأجل أمته وهو الذي خبأ دعوته المستجابة لأجلها؟ فهو القائل: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة قد دعا بها في حياته، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ما أعظمه من مشهد وما أصدقه من موقف. محمد صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل يمد يديه إلى مولاه في علاه، ودموعه تنهمر من عينيه وتبلل وجهه الشريف، كل هذا هما وشفقة على أمته. محمد يوم بعث الناس شافعنا. محمد نوره الهادي من الظلم. محمد